سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في المنظومة القضائية بين المغرب وإسبانيا محور مباحثات أجراها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالرباط مع وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان الإسباني فيليكس بولانيوس غارسيا. وفي سياق التحضيرات لتنظيم كأس العالم 2030 كشف السيد وهبي عن انعقاد اجتماع ثلاثي يضم أيضا وزيرة العدل البرتغالية، وذلك بهدف التوقيع على اتفاقية تهم العلاقات بين هذه الدول التي ستسهر على تنظيم البطولة. علاقتنا جيدة جدا ونحن متفقين على جميع القضايا، وأعتقد بأنه سنقوم بعمل جيد مع وزيرة العدل البرتغالية التي هي في نفسه اليوم موجودة بالمغرب، وسنعقد اجتماع للتوقيع على اتفاقية تهم العلاقات بين هذه الدول التي ستسهر على تنظيم كأس العالم. فهذا اللقاء هو لقاء من أجل كأس العالم ومن أجل إنجاح كأس العالم 2030. اللقاء شكل محطة لتدارس سبل الارتقاء بآليات التنسيق وتكثيف تبادل الخبرات بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ويواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع العدالة. تعيش إسبانيا والمغرب حاليا مرحلة متميزة في علاقاتهما الدبلوماسية والإنسانية والاقتصادية والثقافية، ويعد هذا الاجتماع دليلا إضافيا على متانة الصداقة التي تجمع البلدين. المباحثات اختتمت بالتأكيد على متانة العلاقات التي تجمع المغرب وإسبانيا والإرادة المشتركة لتعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة ويواكب تطوير منظومة العدالة إقليميا ودوليا.